مفيش حاجة دلوقتي اسمها غني وفقير، كلنا واحد. ده كلامك انت يا مجدي، ودي الحقيقة. بس اقدر تقنعهم بكده ولا باباك؟ انت زي ما بتقول باباك شديد. عجلة الزمن أسرع من بابا ولازم يجريها. واذا اعترض تقدر تخالفه؟ هو صحيح ربنا على الطاعة لأوامره، بس دي مسألة تخصني أنا. طيب احنا اتأخرنا، مش نروح بقى؟ وهنتقابل ازاي؟ في البيت. احنا هنهزر؟ انا بقول لك جد. ازاي بقى؟ احنا مقابلاتنا كلها ايام الدراسة كانت مقابلات مشروعة تحتمها الزمالة والدراسة، انما بعد كده لازم مقابلاتنا تكون على اسس سليمة يقرها المجتمع والتقاليد بتاعتنا. وانا موافقك، وده كلام سليم طبعا، وموقفك ده خلاني اتمسك بيكي اكتر واكتر. طيب اقدر اقول لك اوروفوار يا مجدي؟ طب افرضي دلوقتي ان ماما عايزه تجيلكم. ليك حق في السؤال ده. يوم ما تطلع النتيجة انا هكلمك في التليفون وهنيك واقول لك على عنوان البيت بالظبط. ده كلام جميل، وانا من دلوقتي همهد لحكايتنا. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. اوروفوار يا مجدي. اوروفوار يا وفاء، مع الف سلامه. خلصتي السراجة يا حليمة؟ بشطب فيها يا أبلة. وبرفة بوسينة هانم أحسن ميعادها النهاردة. جاهزة يا أبلة. لما تخلصي السراجة اكوي فستان ست عزيزة لأحسن ميعاد تسليمه النهاردة. حاضر يا أبلة. وفاء، مالك يا بنتي؟ شايفاكي قاعدة سرحانة كده وما بتتكلميش. ابدا يا ماما، بس تعبانة شوية. معذورة يا بنتي، الحقيقة انت تعبت السنة دي قوي، خصوصا يوم الامتحان دول. ربنا ياخد بيدك، معلش. انا عملت اللي عليا يا ماما. ربنا معاك يا بنتي، بكرة بقى ان شاء الله تبقي محاسبة قد الدنيا. انا نفسي يا ماما ارد لك الجميل. جميل ايه يا عبيط؟ يا سلام يا ماما، هو انت تعبتي شوية ولا بابا اللي حارم نفسه من كل حاجة علشان يربينا؟ المهم تبقوا كويسين، ودي رسالتنا. الفضل ليك يا ماما انت وبابا. شوفي مين يا حليمة، شوفي مين. حاضر يا أبلة. الست موجودة؟ أيوة اتفضلي. بوسينة هانم يا أبلة. اهلا 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 وسهلا. اهلا بك. فستانك اتصلح وبقى عال، دقيقة واحدة اجيبهولك عن اذنك. فستان بوسينة هانم يا حليم. ده لسه ما صلحش. طب هاتيه يا عبيطة، دلوقتي هتشوفي. ايوه يا بوسينة هانم، اتفضلي. تسمحي بقى تقيسي الفستان بعد ما صلحته تحت البطن؟ ان شاء الله يكون بقى كويس. ان شاء الله، وقتي هتشوفي. الله، شفتي بقى مظبوط عليكي ازاي؟ انا متشكرة قوي. اهو دلوقتي بقى عال. شوفي مين يا حليمة. حاضر. الست زكية. اتفضلي يا ست زكية. اهلا، ازيك يا ست ناهد؟ خلصتي الفساتين اظن بتوع العروسه؟ طبعا. طيب يا ستي، وادي كمان حتتين اهمت عشان تفصليهم حسب الكتالوج اللي شافته لما كانت هنا. استأذن بقى. انا متشكرة قوي على تعبك. يا سلام، تعبك راحة. المهم انك تكوني مبسوطة من الفستان. بعد كده ما يبقاش بقى. كتر خيرك يا ناه. مع السلامة يا بوسينة. الله يسلمك. ايوه يا ست زكية، دلوقتي بقى وصلك 8 فساتين. ايوه يا ست ناهد، ما هم دول اخر حتتين. وعارفة الحساب كام؟ لما اجيب لك فستان الفرح الجمعه الجايه ان شاء الله نبقى نتحاسب، وتكون العروسه جات من البلد وربنا يسهلها. ربنا يتمم بخير. عن اذنك انا بقى يا ستي. مع السلامة يا ست زكية. الله يسلمك. لسه قاعدة سرحة يا وفاء؟ ابدا يا ماما. الا قولي لي. نعم يا حبيبتي. انا سامعة حليمة بتقولك الفستان لسه ما صلحش، ازاي بقى خدته الست صاحبته؟ ده سر الصنعة يا وفاء. هقولك، فيه زباين يتهيأ لها ان الفستان مش مظبوط، وتكون غلطة مكوى او اي حاجة بسيطة، اقوم اوافقها واظهر لها ان كلامها صحيح واخليه يومين، ولما تيجي افهمها انه الصلح. فهمت يا وفاء؟ وتخرج الزبونة اخر انبساط. ده صحيح يا ماما.
طب والست زكية اللي عمالة تجيب فساتين وتاخد فساتين وما بتدفعش الأجرة؟ وماله يا بنتي؟ ازاي يا ماما بس؟ ما هي تاخد الفساتين وما بتدفعش. هو قعدك في البيت هيخليكي تعرفي سر الصنعة كلها ولا ايه؟ لا أبدا، أنا بس بقول مجرد ملاحظة. اقول لك يا ستي، بقى الست اللي من الصنف ده فاهمه انها تقدر تضحك على الخياط. ازاي بقى؟ فاهمه انها لما تجيب فساتين جداد كل مره تجيب حتتين، كل مره تجيب حتتين، تقوم تاخد 8 فساتين وتخلي حتتين زي مسمار جحا. أيوة. يعني يبقى حق التفصيل في الفستانين اللي عندي، وطبعا تمنهم مش قد الاجره. طبعا يا ماما. اقوم بقى في الحالات اللي زي دي اعمل نفسي عبيطه مم. وافصل وافضل ماشيه معاها زي ما هي عايزه، ولما تجيب فستان الفرح إيه؟ ما تستلموش إيه؟ الا اذا دفعت الاجره كلها طبعا. دي الأيام علمتك حاجات كتير. صحيح كل الفساتين مش مهمة قد فستان الفرح. الواحد يا بنتي ما يتعلمش بلاش. انما قولي لي انا شايفاكي كده من يوم ما خلصت الامتحان وانت مش عاجباني. أبدا يا ماما، أنا مجاوبة كويس وراجعت الأجوبة مع واحد زميلي ولقينا أجوبتنا صح. كده وزميلك ده ده شاب كويس يا ماما، معايا في الجامعة من سنة أولى لغاية ما خلصنا سوا. فهمت. أبدا يا ماما، والله مش زي ما انتي فاكرة، ده مجرد زميل وصديق. كمان يا ماما أخلاقه كويسة قوي ومن عيلة محترمة. وبس؟ وحياتك يا ماما ما في غير كده. زميلك ده يعني ما فتحكيش في حاجه؟ زي ايه؟ جواز يعني، او حاجه زي اللي بيتكلموا فيها الشبان اللي زيكم يا بنتي. يبقى الفستان بعد التعديلات دي كويس، الصدر يتضيق شوية والجونيلا توسع. حاضر، كل اللي حضرتك عاوزه هعمله. مش قلتلك ان البيت بتاعنا؟ قصدك تقولي من الدقة القديمة؟ لا 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 لا، مش قصدها. هي تقصد ان الواحد لما يكون عنده حاجة حلوة يحب يحافظ عليها. والقماش لما تفصل بقى جميل خالص. ده هايل وعليكي جنان. الحقيقة اننا تقدمنا قوي في صنع الأقمشة. احنا تقدمنا قوي قوي فعلا، وخصوصا الترجال والمهير احسن من صنع بره 100 مرة. ولا الصوف. وليه؟ والانجورا والبوكليت. الحقيقة يعني بقت صناعة محلية بتضارب البضاعة الخارجية دلوقتي. طيب نقوم بقى، احسن مجدي زمانه جه. ما تخافش، انا قلت له ان اتاخرنا يطلع او يبعت البواب. ماما. نعم يا ستي. ومين العروسه الحلوه دي؟ دي بنتي. ما شاء الله. تعالي يا وفاء سلمي على عمك. أهلا وسهلا. نجحت في الجامعة النهاردة. ما شاء الله ما شاء الله، ألف مبروك. الله يبارك فيك. زي ابني راخر نجح وخد البكالوريوس. مبروك. أهلا مبروك. وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. شوفي مين يا وفاء. حاضر يا ماما. والعروسه خارجه ولا ايه؟ انا شايفاها لابسه. كانت رايحة تهني واحدة صاحبتها في التليفون. مجدي. الله، وفاء ايه اللي جابك هنا؟ أنا كنت هكلمك في التليفون دلوقتي حالا. إيه يا مجدي اللي جاي؟ انت بتفصلي فساتينك هنا ولا ايه؟ بعد ساعة هكلمك في البيت وأقول لك على كل حاجة. طيب من فضلك قولي لماما ان انا تحت ومعايا اصحابي. حاضر. طب هي مامتك اللي هنا؟